السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا الغاليين. وعدناكم إن احنا نشرح قاعدة if بطريقة سهلة ومش هتنساها أبدا إن شاء الله. زي ما احنا شايفين كده if عبارة عن أداة ربط زي when، زي as soon as، زي after، زي كل الكلمات دي عبارة عن أدوات ربط بتعبر عن فكرة معقدة. يعني أنا دلوقتي عندي جملتين ربطت بينهم أهو بكلمة if أو when أو after، تمام، او باي حاجه ثانيه. الجمله الاولانيه بتعتمد في معناها على الجمله الثانيه، فالجمله الاولانيه بنسميها سبوردنت، جمله ثانويه، لكن المين سنتنس بتاعتي او مين كلوز الجمله الاساسيه هي الجمله الثانيه. بمعنى ان انا ممكن اقول if you pass the exam، لو نجحت في الامتحان، واسكت. طبعا المعنى incomplete، مش كامل. لو نجحت في الامتحان، ها يا عم وبعدين؟ لا. لكن الجمله الثانيه جمله complete، جمله كامله لوحدها. I will get you a bike، هشتري لك عجله يا عم. جمله كامله من بدايتها لاخرها. لكن الجمله الاولانيه بقت ضعيفه، بقت ثانويه بسبب التصاقها وارتباطها باداه الربط. عموما مش دي موضوعنا دلوقتي، احنا كده شرحنا فكره ان if او اي اداه ربط بتربط بين جملتين. طب تعالوا نشوف بقى الحالات الاربعه بتاعت if باسهل ما يكون. بصوا هنقسم السبوره ازاي؟ قسمنا السبوره جزئين. هنكتب هنا مضارع وهنكتب هنا ماضي. يعني ايه مضارع؟ يعني ارتباط بالحقيقه او ارتباط بالواقع. يعني كل اللي هيجي هنا ده بتكلم فيه عن حقائق او برتبط بالواقع. تعالوا نشوف كده اول نوع من if اسمه if zero if conditional، اهو الحاله الصفريه if. طب هنسميها الحاله الصفريه ليه؟ تعالوا نشوف المثال الاول وبعد كده نشرح. if you boil water it evaporates. تعالوا نشوف كده. اول حاجه هتلاقي عندي الزمن بتاعي مضارع اهو present simple و present simple. مضارع بسيط، وعندي تاني مضارع بسيط، فعل واحد تصريف اول. تمام. طب اسمها الحالة الصفرية ليه؟ سألت نفسك قبل كده؟ الحالة الصفرية لأن صفر تدخل من الإنسان. يعني لو أنت تغلي المية، إيه اللي هيحصل؟ غني جنبها عشان ما تتبخرش، هتتبخر. مالكش أي تدخل فيها، فهي في الحالة دي بتعبر عن فاكتس، الحقائق. لو تتحدث تصدر صوتا، هي عملية فيزيائية فيزيكال، ففي الحالة دي صفر تدخل من الإنسان. أول ما يحصل الحدث الأولاني، الحدث الثاني يحدث مباشرة directly without any interference from humans، بدون أي تدخل من الإنسان and without any control، أو بدون أي تحكم. عشان كده اسمها الحالة الصفرية. خلصنا كده؟ يبقى أنا دلوقتي بتكلم على مضارع، الناحية الثانية مضارع حقيقة تؤدي إلى حقيقة. استخدمت بقى في الموضوع ده if زي الفل، استخدمت as soon as ممتاز، استخدمت when زي ده كله أدوات ربط. المعنى هيختلف باختلاف إيه؟ أداة الربط. هنا بشترط، هنا بقول بعد، يبقى في نوع من sequence، تتابع. تمام؟ when شبه الحاجات دي. تعالوا ندخل تاني في الموضوع اللي بعده على طول. الحالة الأولى من if. طب يا شباب بنسميها الحالة الأولى ليه؟ لأن هي الحالة الأكثر استخداماً. يعني حياتك معظمها ارتباطك بالواقع عن طريق الحالة دي. المثال عندي فوق اهوت. If you pass the exam I will take you out. هاخدك معايا بره في مشوار، هبستعد. اهو انا عندي مضارع
present simple مضارع بسيط يعني واقع، هربط بيه مستقبل future. طب هربط بيه مستقبل ليه؟ علشان هعتمد على المضارع، هعتمد على الحقيقة إن أنا هعمل وعد، هعمل تنبؤ، هعمل نصيحة. ده كله حاجات واقعية برتبط بيها علشان أنا بستخدم مضارع بسيط. يبقى أنا عندي مضارع أهو حقيقة هبني عليها مستقبل. عندي مضارع هبني عليها حاجة في المستقبل، سواء بعمل وعد، بعمل تنبؤ، بعمل نصيحة وهكذا. كده أنا برتبط بالمضارع. طب أنا دلوقتي خلصت الجملة دي أو النظام ده أو النوع ده أكثر استخداما في حياتي. النوع ده بتكلم على فيزيكس، على حاجات في الطبيعة، بتكلم على قوانين لوز، بتكلم على رولز قواعد. ده كله مرتبط بقاعدة اف الصفرية اللي مفيش تدخل في الإنسان فيها، والقاعدة الثانية اللي هي الحالة الأولى من اف واسمها الأولى لأن هي الأكثر انتشارا، لازم تاخد المرتبة الأولى. خلصت المضارع، خلصت بارتباطي بالواقع، هروح بقى أحلم في الماضي. هحلم في الماضي، يبقى أنا أبدأ أول حاجة هعمل تمني أو هعمل نصيحة لو كنت مكانك، سواء تمني في المضارع أو في المستقبل. طب أنا بعد ما عملت تمني والكلام ده أنا هروح راجع بالماضي أبعد، هرجع بدل الماضي بسيط هرجع للماضي أبعد، فطبعا هروح للماضي التام، هروح لحاجة اسمها استحالة. استحالة ده يحصل، ففي الحالة دي أنا بعبر عن عملية الندم. تعالوا نشوف كده أهو. في الحالة الثانية وأنا كده بدأت بحكي في الماضي مالوش ارتباط خالص بالمضارع، أنا مجرد بتمنى حاجة كانت يا رب تكون موجودة لكن هي مش موجودة خالص. اسمه unreal situation، موقف غير حقيقي أهو. if وراها ماضي بسيط. if I had ولكن مثلا $1 million، ربنا يكرمكم ان شاء الله. I would الويل بحولها لwould لاني بفترض I would ولكن مثلا travel abroad، كنت هسافر للخارج. زي ما احنا شايفين كده بعد if جبت ماضي بسيط. الناحيه الثانيه will اخليها هتبقى would الماضي بتاعها. تمام كده؟ مجرد اشتراك مش اكتر من كده، لان خصصت موقف. بقول if I had $1 million، لو كان معايا دلوقتي، بس للاسف انا مش معايا. نوع من التمني في المضارع او في المستقبل. تمام؟ بقول لواحد if you had لو معاك $1 million you would، ماشي؟ بقدم نصيحه. if I were you لو كنت مكانك I would، كنت هشتري وهعمل وهسوي. ده كله نوع من التمني، نوع من النصيحه لو كنت مكانك، مش اكتر من كده. خد بالك ده كله في الماضي، ده كله ملوش ارتباط خالص بالواقع، ده مجرد انا بتمنى بس. اسمه unreal situation، موقف غير حقيقي. تمام؟ طب انا دلوقتي رحت رايح بالماضي بتاعي ابعد من 1 اقرب ل2 ابعد 3 ابعد خالص. في الحاله دي انا هاخد هنا ماضي تام، if I had studied well، لو كنت ذاكرت كويس هناخد would معانا. طب انا would دي وراها المصدر قريبه شويه، انا عايز ابعد اخليها حاجه تمت وانتهت في الماضي، هروح حاطط نهوت مضارع تاني. I would have passed. لو انا كنت ذاكرت كويس، وفي الحاله دي انا بتكلم على استحاله وحاله ندم، كنت نجحت. تاني احنا كده بعدنا خالص عن حتى الماضي القريب. الماضي القريب فيه نوع من التمني، لكن الماضي البعيد هاد زائد التصريف الثالث انا عندي كده ماضي تام. خلاص بعدت خالص. في الحاله دي هيبقى would زائد المضارع التام. خلاص انا بعدت خالص، بعبر عن حاله ندم
لان استحاله حدوث الموقف لانه خلاص بقى في الماضي ابعد خالص. لكن الماضي القريب انا ممكن اتمنى لو معايا دلوقتي كنت هعمل، لو معايا هعمل بس مش معايا. تمام كده؟ ابسط طريقه خالص، انا كده عندي تناسق او تناغم او تتابع الازمنه. مضارع بسيط ما بيجيش غير مع مضارع بسيط او يجي مع مستقبل، خلصت مفيش تاني. خلاص؟ ماضي بسيط الناحيه دي هيجي الناحيه دي would زائد مصدر، كده انا قريب من الماضي البسيط القريب خالص. عايز ابعد في الماضي خالص واعمل حاله استحاله او حاله ندم. في الحاله دي انا عندي ماضي تام، الناحيه الثانيه would زائد المضارع التام. اتمنى كده نكون فهمنا ببساطه خالص ان انا هنا مضارع، ده ارتباطي بالواقع كله. حبيت احلم هروح في الماضي وابتدي استخدم التركيبتين التانيين وانا كده بحكي وبتمنى وماليش ارتباط خالص بالمضارع. كده ان شاء الله نكون فهمنا قاعده اف الشرطيه. اشوفكم ان شاء الله في القاعده الثالثه اللي بعد كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.